وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، درس مسيرة پیغمبرية صلى الله عليه وآله وسلم. درس چويدا ما بحث كربو قريشيك وقوم پیغمبري محاولة جالك تكرن وعيبك پیغمبري بالندر صلى الله عليه وسلم پیغمبري خده بن هندي هاتنه نشان شعيبات بالندر اینا بودی ام دبینین آخفتنا و ام بیشنی ساحره آنجی خفزان که اوه یا مناسب تره مواصفاتت که ام بیشینی چون که ام بیشین مروبه که خواهینه نی خواهینه هاشه دروینه نی دروینه حیله کره نی حیله کره اخلاق نباشه اخلاق باشه بس فرد و صفته باشن ام دی بیشینی بوچی چون که او بدعوة خب رب العالمين جيك بتتنا بين بابي وعيالي براي وبراي جنكي وظلامي بي او متهم تير ديناتيه بوشي چونكو مخالفي شركوان بو وغازي وان تكر بو عبادة رب العالمين بتنه ويبردوان بو الدعوة خدا بو رب العالمين في مواسم هذا مواسم چنه يعني وقت حجي وقت عمره السيكت وان دا وهندك وقت معلوم هبون دا كم من دا ودا بيع بازار بخوكن ودا عبد الجاجة فروشن ودا انا عمري وانا حجي وخرج الى الطائف بدلي بك شوان پیغمبر خدا شو طائفه وثبت طائفه شي جالك ادريشه احتمال جالك وقت بيتشت واسلم الجن في طريقه عند رجوعه من الطائف وجماعتك شأجنا بسلمان بون وقت پیغمبر خودش طائف زبري صلى الله عليه وآله وسلم وحصل له من الأذى الكثير فصبر واحتسب وجلك نخوشيت مظن بوشيبون بلك والسرفان حالا هم ياجرا صبر كر وبحساب كر بأجر ودعاوي وقتش طائف زبري وهاتيا سلت جاي طائفة وجور دبر خدا مكه وخلق طائفه عبد جاري ودين خف دفرا بردابون وبيتويت مبارك بشبح بحنيت وهمي خوين الله كربون والفرخي زيد كوري حالتي خد دابر او زيد تنبون وداف زيدي بكفن دافرين كفن والسري جاي طائفه دست خبرنت كرن وأو دعاك اليوم مشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس وحتى دماغي سرفان حالة هم يا رجيرا يا ربي وتي أزدي قبلكم بس تشمن عاجزنا صبر كر وبخو حساب كر أفأزت ونخو الشاب أجر ثم أسري به إلى بيت المقدس ليلا هاشي هذا برن مكة ببيت القدس بشف وعرج به إلى السماوات العلى وهذا برن كرن فاصي جبرائيل بعثمان بلند وقبل الإسراء جاء جبريل وبري وغرى عثماني جبرائيل هات ففرج صدره سنجي مبارك فكر ثم غسله بماء زمزم وشيش طاب زمزمه ثم جاء بطست ممتلئ حكمة وإيمانا وفاشي طستكينا ياتجي علم وإيمان فأفرغه في صدره وخالق له سنجيوي مبارك ثم أطبقه فاشي سنجيوي دائك ثم أخذ بيده فأعرج به فاشي جبرائيل دستوي قرد وبلند كرب عثماني وكذا وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ديارت كد حافظ ابن حجر رحمه خدلبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره 3 مرات سنجي پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود ابن سجارة هاتي فكرا الأولى جار أولي في بني سعد وهو صغير تناف بني سعد يادبو
وای بچیک بود دف حلیمای دایناوی شیرت خوار. والثانية يادية عند البعثة واختهات يفركر ببيغمراتيه. فقال قلت وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة. ابن حجر بيجت ويهاتي بريكا درست بكرنا سنجيوي هروسا واختهات يفركر ببيغمراتيه. كما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة. هروكي أبو نعيم خدان حلية الأولياء كتاب خدا دلائل النبوة تين بسندك درست. فالأول وقع فيه من الزيادة يا أول جار لك حليماء وقت سنجيو هتفكرن تذهب وزيادك هر وكل لك إمام مسلم مش حديثة أنسي رازبون خد الربط. فأخرج علاقة جبرائيل وقت الدلوي سنجيو بكري ودلوي إنادري فرتكا حين تيرش دلوي فكر. فقال قلت هذا حظ الشيطان منك. أبا بار الشيطان يشتى وهافت. وكان هذا في زمن الطفولية أفت وقت بجكاتي ويدابو. فنشأ على أكمل الأحوال. پیغمبر خود مصنبو سر تمامترين حال من العصمة من الشيطان فارستنا الشيطاني. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه. فاشي هاتا فكرن سنجوي نكهاتناوي بو پیغمبراتي وقت پیغمبراتي بو هاتي زيدايت اتقدر جرتناوي دا. فيتلقى ما يوحي إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. دا أول جرت أو وحي بويتيت الدلك قوي التمام ترين وأحوال دا إشفاق جيه. ثم وقع شق الصدر عند العروج إلى السماء. فاشي سنجوي هاتا فكرن جارسيجي وقت شوية وغير عصماني ليتأهب للمناجاة أو حاضر بكت وأخذنا لرب العالمين عز وجل. ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا احتمال هي شدبت وحكمة في شنديدا الغسل وشيشتن لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه صلى الله عليه وسلم. شو قلت؟ احتمال هيكو حكمة هبت دفي شيشتني دا جلك وجلك أو يبت تمام ببت پیدابونا جارسيجي هر وكي هاتيا اعتراف كرن وإقرار كرن شريعة ويدا صلى الله عليه وآله وسلم. أما مشفة الباري نقل كرب شرح صحيح بخاري جلد حفته صفحة 204 وحتى 205. وصل ليلة الإسراء والمعراج إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام فوق السماء السابعة. شفا وغير عصماني إسراء ومعراج پیغمبر خود جهشت جهكي هنت نزيك رب العالمين بو والدنج نفسينا قلمت ملائكة بو السر باني حفته ايش ببترجي. وفرضت عليه الصلاة والنفيش سرهتنا فرس كرن. وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ركعتين. وهروسا نفيش كر برا يا پیغمبر رب العالمين همي حاضر كن بيت القدس 2 ركعات ويهاتجي لسردين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ورجع قبل أن يصبح إلى مكة. وبيغمبر خذ زبري بارك بتسبيدا خاتم مكة. واستمر في دعوته إلى التوحيد. وهر وصى بردوام دعوة خدا وتوحيد خدا تعالى لا إله إلا الله. وصلى في مكة قبل الهجرة 3 سنين. وبيغمبر خذ بيشتكو نبي سرفرز بون 3 صلاة نفيش كرن المكة. ولما اشتد الأذى من قريش وقت أزد قريش سر جلج جيران ودجوار بوي وأكمل 13 عاما في دعوته قومه إلى التوحيد. وتمام كرن 16 صال دعوة قوم خد أبو توحيد خدك ولا إله إلا الله. أذن الله له بالهجرة. شنيك خد تعالى أذن بويدا بهجرته. جلج جارا هم هيا أذكر كودر كبت إن رب العالمين شو قلت ولا تكن مثل صاحب الحوت الشاربي وكي يونس نبا ندر كذا بإذن رب العالمين. حتى خذ إذن بوندا ندر كذا إن رب العالمين إذن بودا فهاجر إلى المدينة هجرت كر أبو مدينة كبري پیغمبر بتبرد قلت يثرب. وفرضت عليه فيها بقية الشرع الإسلامي
وهروصا هات نفرس كرن سر پیغمبر خدا اف شرائط ديت اسلام خلال 10 سنوات مدة 10 سالة كما تقدم هوريك مبورا 13 سال المكة 10 سال المدينة أبا 23 سال وسيأتي تمام الكلام في صبره صلى الله عليه وسلم ديت تمامات أخفتني الصبراوي دا صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا بن على أذى قومه سر أزدان قومه وفي غزواته غزوات تويدا وجهاد تويدا وحجه حجاويدا يا ود الوداع خاطر خاصتني حجة الوداع يقول ورجوع إلى المدينة وزفرين أبيش في حج بو مدينة ثم موته بعد أن كمل الله به الدين صلى الله عليه وسلم وباشي دي بحث مرنا بكين بشتكوا رب العالمين تمام كلي بأوي ديني صلى الله عليه وآله وسلم جزا الله عنا محمد بما هو أهله ونسأل الله أن يجمعنا مع محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرزقنا شفاعته آمين آمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.